السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ايه؟ انتم اللي انا كنت مقشرة معاكم في الفيديو بتاع امبارح، بس انا ما عملتوش الا لما ايه، إلا لما تاني يوم، عشان ان ما هيروح لاصحابه طازة فريش كده. يعني انا قشرته على بيات، وصبحت الصبح رحت فرماه على طول ونعبيه في علبه عشان يتكل على الله يروح لاصحاب نصيبه بألف صحة على قلبهم يا رب. وجاءنا البيان التالي ايه يا عسلية؟ ان احنا هنفرز توم ونشوف هنعمل ايه النهارده. اني بقى معمك علي معدي كده وانا بعمل فيه التوم، قلت له استنى يا عم علي، يقولك شبت كزبرة بقدونس اخص. انا بصراحه بحب اجيب منه يا جماعه المتجولين دول، يا جماعه يعني دايما خلوهم يسترزقوا منكم. ربنا يجعل في ايديكم الرزق ليهم، حتى لو هجيب ربطة شبت، ربطة جرجير، ربطة خس. المهم يا حلوين، قلت له استنى هات ربطة خس بس يا ام حسام. قلت له معاك شبت؟ لقيت الورق حلو بقى بزغلل في عيوني، اي والله العظيم. وانا بيني وبينكم ليا مزاجك المحشي. قلت ايه، طب وريني كده الخاصة دي. قال لقيته جميل وحلو. قلت له طب هات لي بقى ربطة شبت وكزبرة. قال لي نويتي هتعملي محشي؟ قلت له ان شاء الله. شكل الورق كده يشجع. شفت العلب هم طالبينهم في علب، في اللي بطلب في اكياس عشان خاطر ما فيش مكان في الفريزر، وفي اللي عايز علب زي دي يعني يحطها العلبة تطلعها تستعملي منها. ماشي. واحنا كل واحد وطلبه، احنا طبعا كل واحد على مزاجه مالناش دعوة. ماشي. ما علينا الا نقول ايه، حاضر يا ولاد. ماشي. ماشي يا شيكاليطة. هتعملي في التوم ايه بعد ما فرمتيه عسلية؟ هرش عليه رشة ملح بس خفيفة، وهعمل ايه، وهرش بقى زيت على كل وش علبة كده شوية، الغومة يدخل فيها يعني. الملح كمان ده حافظة. ماشي ماشي. اهو عبي تاخد معلقتين تلاتة اربعة زي ما تاخد، ترصهم بقى في التلاجة او في الفريزر يا حلوة، وتطلع علبة بعلبة. ماشي ماشي. الا لما اشوف حد برد عليا زعلانة منكو زعل. والله مجهورة، والله مجهورة. مجهورة ليه يا عسلية؟ خير يا اختي، اكن ننزل الفيديو محدش يشوفه. عسلية للدرجة دي ما عدتش عايزينها؟ خلاص الفيديوهات هتموت كده. فيديو من امبارح للنهارده جايب لي 5000. والله ما يدخلوك حتى لا زراعة، ولا يدخلوك حتى مدرسة، ولا المجموع ده يدخلك اي حاجة. ساعدوني في رمضان عشان المشاهدات حلوة في رمضان، يعني الاعلانات حلوة في رمضان. يعني شاهدوني تجيلي القناة كده يجي لها منها ربح. يلا ربنا يهديكم. اللي يوصل معايا دايما يفعل الجرس واعمل لايك واشتراك وكومنت حلو منكم عشان اعرف ان انتوا تابعتوني. يلا نعبي علبنا عشان نحطها في كيس عشان تتكل على الله تروح لاصحاب نصيبها. على فكرة انا كل فيديو تقريبا هتلاقيني بفرز توم، لان اليومين دول الموسم والكل عايز يفرز اهو. يلا نحطهم بقى في كيس كده ونرصهم على بعض. ما شاء الله دول 6 كيلو توم، دول طلعوا من 6 كيلو توم اهو. عبي يا عسلية. يلا يا شيكاليتا نربط الكيس ونشوف بقى هيبقى ورانا ايه تاني. يلا بينا على عزب الكيمو. بعد ما جبنا الخس من عم علي، يا ترى هنعمل فيه ايه؟ هنعمل في الخس ايه يا ولاد؟ نقف على الحوض بقى نغسل الخس بتاعنا غسيل ايه بقى، ننضفه من الطين، غسلناه ونضفناه. تعالوا بقى هقوم على الورق بتاعه، بقولك زغل عيوني اهو. هقوم على الورق وهطلع احطه بره في الشمسة شوية على كنبة ام شكري. اي والله. رحت حطيته على الكنبه في الشمس، الشمس دبلته يعني ايه، خلته تلف الصباع. ما شاء الله ما فيش ورقه تتكسر منك. بدل ما تحطه في ميه سخنه وحاجه، بروح حطها على الصينيه كده بره في الشمس في الهوا شويه. شايفين؟ خس عسل. انا بجيب الخس دي بصراحه ليا يعني كل يوم اكل لي خصايه اتنين، عامله زي الارنب اروح اجيب الخس. في الفطور خس وجزر، وفي السحور خس وجزر. اهو لميت الورق كله، ما هيعملوا لي حله حلوه كده. على عندي كيلو كوسه هيمشي الغرض ونعملهم ان شاء الله. يلا كده تعال نحطه بقى في الهوا بره. بعد ما حطيناه في الهوا، تعالوا بقى الكبه مكانها التوم. هو انا هغسلها؟ لا ابدا، مكانها التوم. واروح بقى مخرطه فيها الشبت، مخرطه فيها البصل اللي هعمله للمحشي، مخرطه فيها ده. انا هحط لكم النهارده اختراع في المحشي، هحط لكم جزر.
جزر في المحشي؟ عسلية انت اتجنتي ولا ايه يا اختي؟ اه محشي في الجزر. عايزه تبشري كوسه، تبشري جزر، ابشريه وحطيه في المحشي. الحاجه اللي عيالك ما بتاكلهاش حطها في المحشي ومش هيعرفوها. اقسم بالله بخلي المحشي مسكر وعسل، بس نعميه قوي ما تبانش اصلا ولا بتشاف. انا بعمله كتير على فكره، بس ما بقتش ارضى اصوره معاكم، واحيانا اول مره بتهيألي اصوره معاكم ولا عملته معاكم قبل كده. جربي كده، ابشري جزرتين مع البصله في الخلاط ونعموهم قوي، وحطيهم مع البصله في الكب. عندي بقى هعمل ايه، عندي مشطي وراك اهي، اللي انا كنت مقطعاها معاكم، شوفهم والله فضلت لرمضان اهو بناكل منها اهي. هحطها بقى كده في طبق تفك، عشان احط عليها بقى شويه دقيق، شويه ملح، شويه سكر، اعصر عليها ليمونه واسيبها تتنقع. دي برضو قرنين فلفل، بس تصدقوا ما كانش حر. اه والله ما كان حر. شكل الفلفل الشطه طلعت مغشوشه. تعالوا بقى ننضف الحوض بتاعنا من كل حاجه فيه. يلا يا شيكاريطه، كده تمام. يلا نروح على الكبه. خرطنا الشبت والكزبره والفلفل والبطاط والبصل والجزر وخرطتهم. وتعالوا بقى الفراخ بتاعتي اهي، هنعصر عليها ليمون، وحطيت عليها شويه سكر، وهنحط شويه ملح كمان. كده تمام، كده تمام. ونقضي مصلحة حوالينا بقى، يعني مش هنقعد كده. ماشي ماشي يا اختي. عايزين شوية طاقة وباور والجري في المكان. يلا يا عسلية. تعالوا عندي الطماطم اهي مش سبك. دي العجوزة المرطة اللي كنت لماها من السمنة البلدي. بحط بصوا كلها سمنة بلدي. بحط في المحشي معلقتين حلوين منها، بتخليه رهيب يا ولاد، رهيب. كده خلاص اهي. تعالى هتحط ايه تاني بقى؟ حط شويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل اسمر، شويه بهارات مشكله، شويه ملح. المهم شويه بهارات من اللي كانت جايباها لي ام عبد العزيز، اللي هي سبايسي، حاجات من الحلوه دي. استنى بس اما اشوف اللي برن علينا الجرس مين. أس كده حطينا بهاراتنا. يلا يا شيكاليتا، الخلطه بتاعتنا بقى اللي انا عاملاها وموضباها ومقلفطاها اهي. يلا ننزل بقى فين؟ في الصلصه بتاعتنا اهي. لمحين جزر باين؟ لمحين اي حاجه؟ ابدا. شبت وبصل اهو وكزبره. شايفين الجزر ولا باين له اي اثر؟ قلب الخلطه دي كلها مع بعض بقى، بس كده. وتعالوا نجيب الرز بتاعنا بقى. ايوه قلبي يا شيكاليتا. بصراحه واقسم بالله كان شويه خلطه محشي، انا بصراحه كلت منه لما اتمزجت اهو. حط بقيه الكميه، قلبي يلا. تعالوا بقى نسمي الله ونقلب خلطتنا كلها كلها اهي. ونقعد بقى نشوف هنعمل ايه يا ولاد. شايفين ناشفه وزي العسل ازاي؟ ابو حسام بقى يرد ولا اي حد؟ انا ما عدتش هطلع اكمل الفيديو. كل ما ادخل يجي حد يرن الجرس، شكلهم العيال بيلعبوا في الشارع. كده خلصتها اهو. كده تمام قوي. يلا يا شيكاريتا، هسيبها كده اهو لغايه بقى ما اروح اعمل ايه بقى. الورق بتاعي بيتبل بره، الم العلب بتاعتي بقى نيت، ارتب مطبخي، وعايزه الم الحافظه اللي في الارضيه دي نت، واكنس المطبخ وامسحه. انا هسيب الخلطه مع بعضها كده تشرب من التسبيكه والخلطه مع بعضها، وتاخد وتدي كده على ما الورق بتاعي يدبل، والفراخ بتاعتي تنقع كمان اهو. بس شوف العيال عمالين كل شويه يرنوا الجرس ويجروا. طيب ماشي، اصبر. كده خلاص اهو. اكنس بقى وانضف الحته كده حلو، وهمسحها بالشرشوب اهو. بس كده. مسحت الرخامه طبعا منضفاها ومقلفطاها، وبوتاجازي مغسول وزي الفل، ومفيش اي حاجه اهو. بس كده. لم يا عسليه يلا الزباله من على الارض، وهجيب الشرشوبه وامسك الارضيه وافوقها كده. ايوه، يعني فوقها امسحها كده، فرفشها ونعنشها. ايوه كده. هاتي شرشوبتك نضيف، كل يوم بمسحه والله. صدقوا قلة السجادة الكبيرة فيه، كل يوم بمسحها كل يوم الم الحافظة انفضها واحطها على السور في البلكونة. والله سبتها بجنب، قلت على بال ما امسحه وتنشف، يكون انا طلعتها في البلكونة تهوت شوية في الشمسة كده على السور. لو ان الشمس على بتيجي في الصيف، يعني كل ما الشتا يروح الشمس على بتيجي في البلكونة. ما بتجيش عندنا الا في الشتاء، الا في الصيف. في الشتاء تيجي في الصبح بدري وتمشي اهو. شفت الارضيه كده تمام. تعالوا بقى ايه، سيبها تنشف على بال ما انا اروح انفض دي في البرندة اهي.
انفضها واحطها كده في الهوا اهي تتنفس برضه وتشم الهوا وتغير جو. يلا يا شيكاليتا، يلا يا عسلية، هقعد شوية وارجع اجيبها تاني اهو. بعد ما الارضية نشفت رحت جبتها من البلكون. كده حلو، كده حلو قوي. يلا يا عسلية نفضي وافرشي بقى لحاجتك ولحاجتك واديني ايه وادي طبلتك، يلا عشان تقعدي تعملي المحشي. يلا يا عسلية. ايوه بصوا، جهزت طبليتها وجهزت الكرسي بتاعها وجهزت حاجتها وجابت المحشي هروح بقى اجيب المحشي الخاص بتاعي واجي. اهي وجابت الخاص بتاعها وجات وجهزت الكوسه قورتها وعملنا شويه شغل محترمين. يعني انا ما قورتش الكوسه معاكم والله، انا يعني على بال ما الورق رحت لقيته لسه ما كانش دبل حلو. قعدت بقى جبت كل الكوسه دي وقعدت قورته كده على الحوض وانا واقفه. وجهزت كل حاجه اهو ما شاء الله. وفرشت في الصينيه بقى ورق خاص وتبلته كده بشويه بهارات وشويه ملح. وتعالوا بقى يلا، اول ما هحشي الكوسه. هحشي الكوسه والفلفل وبعدين احشي ورق الخاص بقى عليه. وعملت في الصينيه عشان يبقى ايه، حدقه كده تورتيه حلوه. ماشي يا جماعه، ماشي يا اخوانا، ماشي يا حلوين. ربنا يشفيكم ويعافيكم ويهديكم ويهديلكم ولادكم يا رب، واجعلهم ذريه صالحه وبارين بيكم، اللهم امين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وقنا عذاب النار. اللهم استركم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا ارحم الراحمين. شايفين؟ ايوه. نحشي بقى الكوسه ونعمل الخس. انا بقفل معاكم عشان ما اطولش عليكم، الفيديو يبقى طويل. هعمل كده ايه يا ولاد، هخلص المحشي ونرجع مع بعض فريرة. ما تنسوش نقعد ندعي كده لكل من قال لا اله الا الله، وندعي لجميع الدول العربيه ان ربنا يكرمها وينصرها على من يعاديها، اللهم امين. واجعلها نصرا عجيبا يتعجب له السماوات والارض، اللهم امين يا رب. اللهم اكفينا شر ولاد الحرام، اللهم اكفينا شر ولاد السوء، اللهم اكفينا شر اللي ما بيخافش ربنا، اللهم امين يا رب. كده خلاص اهو. هحشي الفلفل هو كمان عشان يبقى كده ايه، خلصت جميع الخضروات تحت. ابدا الف بقى في المحشي بتاعي من فوق. بس بصراحه كان شويه محشي لوز. هولع بقى على الفراخ تستوي، ومش هولع على المحشي الا الساعه 5 بقى، هيكون لسه ساعه عن المغرب. انا بتسلى مع نفسي كده. انتوا عارفين عسلية الصحة مفستكة بتتسلى مع نفسها واحدة واحدة يا ملوين. اهو شفتوا الورق دبل ازاي وعلى زي العسل. ابدأ بقى الف بيه واعمل بقى والف براحتي. يلا يا شيكاليتا، نخلص المحشي بتاعنا حتتك بتتك ونشوف هنقوم نعمل فيه ايه، ولا نشوف ورانا ايه لسه. يلا يا عسلية، يلا بينا يا ولاد على عزب الكيمو. خلصنا وقمنا هنعمل ايه بقى، هعمل الخلطة بتاع الفراخ. معايا جزرية حلوة محترمة، ومعايا بصلتين حلوين محترمين، ومعايا حباية طماطم، وهضربهم في الكبة وقرن فلفل، وهضربهم في الكبة عشان ايه، اتبل بيهم الفراخ. جربي حطي الجزر مع تتبيلة الفراخ، اقسم بالله طعم وشوربة وحلاوة مش هتبطلي تعمليها تاني. اهو تعالوا بصوا الخلطة بتاعتي هنا، عمتها قوي هرستها اهي. حباية طماطم، جزراية، حباية بصلتين. تعالوا بقى نحط رشة زيت في الحلة، وتعالوا بقى نحط البهارات بتاعتنا. دي شوية بهارات سبايسي من بتاع الفراخ، دي شوية فلفل اسمر. اللهم صل على النبي. ما تنسوش تحط في برشة كزبرة ناشفة مع الخلطة، وتقلبي كل حزتك وبتتك. اهو رشة كزبرة، حوش الزفارة خلي بالك. تعالوا بقى نسمي الله يا ولاد. كنت راح اجيب بقول عليها بهارات مشكل، ايوه دي. قلبي بقى، بصوا الفراخ غسلها ومنضفاها ونقعها تحت الجلد بقى. احشي ايه، احشي تحت الجلد الخلطة دي، احشي منها اهو. ايوه كده تحت الجلد وحطي. ايوه عسل قوي كده، شايفين؟ والخلطة عليها. اغسلي ايدك يا عسلية، اغسلي ايدك. راحت تغسل ايدها وجت. هنحط بقى شوية ورق لورا، هنحط شوية حبهان، هنغطي عليها ونسيبها في عرقها بقى عشان خاطر ايه، تنزل ميتها وهي والبصل وتاخد وتدي بشكل ودي. ودي رز فايضة اهي، هولع عليها برضو. شايفين المحشي بتاعي؟ الصلاة على النبي. ايوه كده. رحت غسلت الطبق وجبت فيه شوية مية عشان اعمل كركريه.
تعمل ايوه ابو حسام عايز كركديه، عايز برتقال، عايز حاجات اللي هي الطازه دي. سيبكم الحاجات اللي هي مفرزه. ما فرزتش اي حاجه السنه دي بصراحه، والله اقسم بالله. انا كان عندي شويه كركره هم، والبرتقال بيجي كل جمعه، والموز كل جمعه، والفراوله وكل حاجه موجوده. يبقى هنزخنق الحاجات في الفرازلات في التلاجات ليه؟ والله كل واحد رزقه بيقوله يوم بيوم، واسمعوا مني. تعال بقى نحط شويه بهارات كده على الوش، ومعلقه عجوزه سمنه بلدي كده على الوش. يا دلع يا دلعك يا عسليه. يلا يا قلبي. ايوه كده الفراخ تستوى بقى على مهلها. وتعالوا يلا نسمي الله. واستوت اهي، ونولع على المحشي بتاعنا بقى. صفي عشان خلطة البصل اللي في قلب المحشي. الشوربة ما تجيش على الوش، لا. انا هصفيها بالمصف. شوفي كرنبة عسلية الحدة، انضحي يا اختي. تنضحي البحر بفنجان. حسام بيقول لي دي الحدة بتاعتك دي فيها ايه؟ قلت له فيها شوية رز. هطبخهم وان شاء الله هبقى بكره ولا حاجه. ابو حسن دي احنا ما بنحبش ناكل الاكل تاني يوم البيت. يعني لو فاض محشي من دي هقعده بكره واجيب سمك مثلا، واطبخه ونتغدى بيه نفطر بيه بعد بكره. ونعمل جنبه اي حاجه. تمام كده. كده خلاص. ولعنا على المحشي. ودي كمان اهو. هحط لها كرنب شوربه واولع عليه. ماشي يلا يا شيكاريتا. بس كده. تعالوا بقى الكركره ما شاء الله بالصم اهو، تعالوا نصفيه يلا عشان احليه بالسكر. ويبقى حاجه وخلصنا منها. تمام كده تمام كده. بس انت ما بتغلي دي بقى خروب، انا احب الكركره واحط عليها شويه خروب بودر. يا خرابي يا ربي بيبقى تحفه. وهتلاقي بقى وحلي بقى بالسكر اللي انت بتحبيه، الحاله اللي انت بتحبيه. تحبي هريه وتحبيه مسكر براحتك. احب احط على الكركره شويه خروب بودر. بينقلوا لحته تانية يا ولاد والله. كده تمام كده. هزوده لسه شويه ميه ساقعين بقى تاني. ورق العنب بتاعي اهو شوفوا ما شاء الله بيغلي. والرز بتاعي ده ختم كمان اهو. الصلاه على النبي. تعالوا بقى هتعملي ايه يا عسليه؟ انا هحمر. وعندي الشوربه اللي فايضه دي. كان عندي طبق لسان العصفور. وكان عندي جلاش من يوم ما كنت عاملاه. هسخنه برضه. ولس... الحمد لله. ولسان العصفور هحطه في الشوربه دي. يبقى كل واحد طبق لسان العصفور. والجلاش هسخنه واحطه. والفراخ دي جنب المحشي. وعسل قوي كده. بس يا شيكاليت اهو. حمرنا فراخنا والشوربه غلت اهي. هاتي يلا يا عسليه لسان العصفور بتاعك. حطيه في قلبه. بقول لكم بصوا عندي والله طبق لسان العصفور اهو. هنزله في قلب الشوربه. استغليه يعني لما يكون فايد منك ما ترميش، لا شويه شوربه وروحي منزلاه في قلبه. شوربه لسان العصفور على الاكل بتبقى سخنه وجميله. ودي جلاش فايض اهو. هسخنه ورا ما احمر الفراخ هحطه يسخن فيه. لسه هحمل الفرن لا. تعالوا بقى نقدح كده للرز وللمحشي الصلاة على النبي. وهنزل بالجلاش واغطي عليه وهدي على النار يدفي. وكده خلاص يلا يا شوكولاته نغرف. ارش بقى عليه شويه دقه مبهره. وتعالوا يلا نشوف الشوربه ونغرف. انا مجهزه الطاوليه بتاعتي يا دوبك بغرف واحط عليها على طول. اهو. شايفين؟ والله يا جماعة الصيام. يعني احنا نقعد نقول هنعمل وهناكل وهناكل وهناكل. وبتعملي ولا بتاكلي من ده كله حاجة. يعني ما تأزميش نفسك ولا تكتري. تعالوا بقى نشوف التورتايه الحلوة بتاعتنا دي. ادي الكركريه بتاعنا، وادي الجلاش اللي سخناه، وادي الفراخ. وادي شوربة لسان العصفور، وادي المخلل بتاع عسلية البصل اللي يقرش قرش. حاجة كده حاجة. يلا يا شيكاليتا. تعالوا بقى نشوف الصينية بتاعتنا. واحنا بنقلبها يا هب 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 ليه. يلا 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 يلا. يلا يا عسلية انت اصلا من الشفاعة على النار ومخليه متلدن وواخد راحته. اهو شايفين. لسه فيها كستان مجوش. طلعي يا عسلية طلعي. ما شاء الله كانوا شوية محشي يا ولاد والله العظيم كانوا لوز. كان طعمهم حلو قوي. دي الورق بقى اللي انا فرشاه. هنحوشه خلاص كده ما عدناش عايزين. شايفين اهو. فرفطيه كده عشان يبرد، كان المغرب جدا والاكل ولع نار. اهو شايفين. عسل عسل عسل. يلا يا شيكاليتا ندعي دعوة لكل مريض ربنا يشفيه، وكل متوفى ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة ان ربنا يكرمه ويرضيه. وما تنسوش عسلية معاكم بالدعاء لايك وشير.